يا خو هايتي قلت لك نجيم خويا، هايتي خويا يا اول مشاركه في منافسه كاس العالم خويا، هدف عالمي خويا رمزي، هدف عالمي. ربعك فرحان هولندا تولي، صدقني غير تولي. قبل قليل منتخب هايتي خوتي سجل أول هدف في كأس العالم منذ أكثر من 50 عاما. والله لن تصبح المغرب فيق لخوتنا والاشقاء تاعنا هايتي سيرين على المقلوب تاع بوك. السلام عليكم اصدقائي. من خلال هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش كانت ردة فعل الجزائريين من بعد المستوى اللي ظهر به المنتخب الوطني المغربي 4-2 ضد منتخب هايتي. صراحة الخوت الجزائريين تصدموا ديال بصح. بغيتكم تخليوا لي الرأي ديالكم في التعاليق، تبارطاجيو باش كلشي يستافد. كنتي اول مرة كتشوفني دير سبسكرايب، هكا ان شاء الله غيوصلك الجديد ديالي. سير على الله. تشعل تيري غلطه، نلقى المغرب خاسرين من تحت لتحت، خاسرين بلا ما يديروا الحال زعما من فوق. تاع المروك راهي خاسره، يروح يستشفى قبل ما يديروا لهم الريمونتادا. راك كون ديديكاس لهادوك اللي ما كنتش نعجبهم كي كنت نهضر غاية على المروك، ودروك غير هما راهم يهضروا غاية على المروك وتعرف تلعب وافضل فريق افريقي. لا صاحبي ما تنافقش، كمل فيها. المروك عندهم منتخب عالمي بمواصفات عالميه، بغيت ولا كرهت. وما خصنيش مروك يقول لي ميرسي، لا هذه الحقيقه اللي تقال. ابار مسار اللي تقرب لهم شويه في النيفو، اعطيني منتخب عربي ولا افريقي كاع قادر ينافس المغرب دروك. عندهم اسماء عالميه، عندهم لاعب كوليكتيف شبابي يمتعوك ويديروا الريمونتادا ويلعبوا لعب شباب وتزيد تهضر عليهم. لا من جهه اخرى البرشلوني ما نهضرش عليه، بصح مدريدي كنت عارفيني دس راسك تحت الارض خويا. ما تهضرش كاع على كره القدم باسكو فيني ما تهضرش عليه، راه رافد البرازيل كيما كان رافد الرياض. 3 ماتش 3 فرج اللقاء، حاليا هو اللاعب الوحيد اللي دارها، قادر غير ميسي يديرها وقيلا مبابي وهالاند. من 2002 رونالدو ريفالدو اللاعبين الوحيدين اللي سجلوا في كاع المباريات تاع دوري المجموعات. دروك فيني حطم هذا الرقم، هو سجل في كاع المباريات تاع دوري المجموعات والدرج اللقاء 3 فوا، هما ما داروها. على البرازيل في الكوب دي موند عندها غير 7 مساهمات في 7 مباريات، هذا ما كان يهضر الرقم كي داير. المهم كراسا فيني وبفارق الاهداف البرازيل تتصدر المجموعه، موراها المغرب، وانا كنت متوقعها من البدايه باللي المغرب تجي مور البرازيل في المركز الثاني ومن بعد تسقط. فيني البالون دوري 2024، بغيت كرهت الله يعاونك. فيني عمك وكريستيانو عم فيني وعم كاع لاعبين كره القدم. ابلع من اول باينه خوتي، مجموعه كما كان من المتوقع، زيرو مفاجات في هذه المجموعه. البرازيل الاولى، المروك الزوجه، اسكتلندا التروازيام، هايتي التالي. شحال تسحق تدي حقك صاحبي. لا ومرين بصاولا غيلعبوا مليح البالون خويا، اقسم بالله الكلب يحبس انا من الغيره. معنا لي جوار تاعهم اللي راني نتفرج فيهم، اللي يخرج اللي يدخل لي السيف اللي كان يلعب، ولا غير كاع يطيروا كاع يلعبوا مليح. اقسم بالله عندهم الحق والله. هذوك كي يسهروا ويشوفوا المنتخب تاعهم يرقدوا مرشقين، ماشي كيما حنا ترقد بزيدان تنوض بزروقي تبات تعرق وبالضغط. ومع الاردن واحد يربحونا ولا بريسيو كاليكاتري زان كاليفاو ب7 نقاطي والدوزيام وفي الشباب. ما تروحش لهايتي، روح للمغرب ولا روح للتعادل. سبحان الله، قبل ما نطيقوا ديرونا ابوني يرحم والديك. هاي نبداو. هاي شد روحك مليح. يا خو هايتي ولا غير سيريو ليكيب هايتي يا خو. قلت لك نجيم خويا، هايتي خويا يا اول مشاركه في منافسه كاس العالم خويا، هدف عالمي خويا رمزي، هدف عالمي. وصراخ شدي راسك يا بنتي، واحد البيت يا رمزي. افضل هدف منذ انطلاق المونديال، افضل هدف. اسمح لي خويا، كاع حضروها هايتي. يا شوف 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 ليك رمزي. شوف 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 هايتي يا هدف عالمي يا خويا، هدف عالمي في منتهى الروعة. ومنتخب هايتي أول مشاركة ومنتخب متواضع جدا. سجل هدفين على بطل إفريقيا بالخرطي، بطل إفريقيا بالإيميل في الطاس. هدف رابع للمنتخب المغربي. جاسين فرحان الولد ده جدا جدا، لسه صغير، وهدف اول مشاركه ليه في كاس العالم.
انا فرحان جدا للولد ده جدا جدا جدا. الكوره بتحب اللي بيحترمها. الكوره المغربيه بتحترم كره القدم وبتقدر كره القدم. برافو برافو. والله لا يحشموها والله، اقسم بالله يا اخي نورمال. ساهرين لتوا تستنيو في سقوط اقوى منتخب في افريقيا وفي العرب. قدام شكون؟ قدام هايتي. من نيتكم يا اخي بالله سامحوني، كي تقوموا الصباح تغسلوا وجوهكم تمسحوهم بمنشفه والا بخيشه، فهموني بركه باش نعرف وكهب. تي هي ما برازيل واسبانيا حارت في المغرب، باش تجي توا هايتي تربحها نورمال. بالله على ذكر اسبانيا اخواتي في الجزائر، في بالكم اذا كان تربحوا النمسا لا قدر الله تلعبوا كونتر اسبانيا، واذا تتعادلوا تيحوا ضد الامريكان. انا نتصور الامريكان خير، ونتصور زاد الجزائريين اللي العاقلين معناه باش يتمناو التعادل. نتصور هكا باش يلعبوا كونتر امريكا. بينما كائن العالم السفلي شنو يقول لك لهنا؟ احنا ما يخلعنا حتى حد، ما على بالناش احنا نلعبوا كونتر اسبانيا كونتر العالم كاع، ما على بالناش. نعرف خويا نعرف، امانه نحب مصلحتك، ونتصور برشا ناس زاد يحبوا مصلحتكم. يا ربي ان شاء الله ما يربحوش النمسا يا ربي. تعادل يكفي، فهمت؟ هاي السلام عليكم. السيباري سجل يا جماعه، السيباري سجل وما عملناش الاحتفال ده. انا بتفرج على المباراه اصلا عشان الاحتفال ده. بصراحه مباراه ممتعه، مباراه ممتعه. اشرف حكيمي بسم الله ما شاء الله عليه، دفاع هجوم سجل صنع عمل كل حاجه في المباراه. اوبس 2-2، مباراه مفتوحه من الطرفين، مباراه ممتعه. ابراهيم دياز ما جاش بصراحه لحد دلوقتي في كاس العالم عموما يعني، رغم انه صنع هدفين في المباراه الاولى والثانيه، لكن لحد دلوقتي ده مش ابراهيم دياز. ابراهيم دياز بعيد جدا عن مستواه. ايوب الكعبي واضح ان رتم كاس العالم عالي عليه، مش المفروض يكون موجود من وجهه نظري يعني، مش المفروض يكون موجود في كاس يعني اساسي في مباراه زي دي سريعه. غير كده منتخب مغرب كبير وقادر ان هو يكسب، وقادر ان هو يرجع في اي وقت، وقادر ان هو يتقدم في اي وقت. مباراه جميله، مباراه مفتوحه، لكن مش سهله، وان شاء الله المغرب يقدر يحسمها لان البرازيل فايزه، والمغرب لازم يكسب عشان يصعد مركز اول. المدرب المغربي تنزل صلاح الدين، تنزل سيف الدين قطز، انا عايز اكسب المباراه. انا بره عني، انا مش هروح شغلي ومش هفضل سهران عشان خاطر تتعادلوا في الاخر ولا تخسروا. اتمنى كامل التوفيق للمنتخب المغربي، الله كريم. هنيئا للمنتخب الوطني المغربي بهذا الفوز الرائع والجميل. والاهم بالنسبه لنا هو ما تبليس حتى شي واحد، الاهم هو ان جميع اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي يعني الحمد لله خرجت لهم طريفه، حيت شفنا باللي منتخب هايتي كان تيلعب بعنف، كان تيلعب بقساوه، كان تيلعب بواحد الجرينتا اللي كبيره بزاف، تاكلين كان بزاف في التيران، كان الضرب بزاف في التيران. المدرب ديال المنتخب الوطني محمد وهبي جرب بزاف ديال اللاعبين، وهذا هو الاهم في هذه المرحله بالضبط، هو انك تانتيغري لعابه اللي ما سبقش لهم لعبوا. بزاف د اللاعبين دخلوا البطوله بحال رحيمي، بحال ياسين جاسم، بحال حلحان، دخلوا في هذه لاكوب هذه، وحنا عندنا بهم الغرض. كيف كتعرفوا هذه البطوله هذه اللي بغيت تمشي لابعد نقطه خاصو يكون عندك 20 لاعب على اقل تقدير. الحمد لله الخوت يعني في جميع الحالات حنا راضين على هذا المستوى، عجبنا الحال، فرحنا بزاف مع المنتخب الوطني المغربي. لعبنا باللاعبين اللي كان خاصنا نلعبوا بهم، جربنا اللي كان خاصنا نجربوه، تفادينا بزاف ديال الاخطاء. واهم حاجه عجبتني بزاف هو اننا قدرنا نرجعوا في المقابله من بعد ما كنا خاسرين 2 المرات. هنا كتكتسب شخصيه البطل، هنا كتكتسب الشخصيه ديال الفريق. فاش كيكون خاسر كيفاش دير ترجع في المقابله، هادشي اللي ما كانش من قبل يعني. كنا كنشوفوا في اغلب او جل المقابلات فاش كانت تتسجل علينا ما كنعرفوش كيفاش نديروا نرجعوا في الماتش. الحمد لله مع هذا المدرب هذا ومع هذا ليفيكتيف اللي عندنا عرفنا كيفاش نديروا نرجعوا في الماتش. بقينا في الماتش، تقاتلنا لاخر رمق، بينا على الشخصيه الحقيقيه ديالنا، درنا اخطاء، والاهم هو انك دير اخطاء. الاهم هو انك دير الاخطاء في مباريات بحال هادو، مباراه ما عندها ما تزيد ما عندها ما تنقص، سواء خسرتي او تعادلتي او ربحتي فراك غتبقى في المركز الثاني. كنت كنتمنى هادشي، ولا كنت كنتمنى مدرب وهبي والستاف ديالو
انه ما يدخلش لعبه الارقام، لان هذه المرحله بالضبط لعبه الارقام ما كتخدمش للصالح ديال المنتخب. شفنا هذا الشيء من قبل بزاف د المرات وكيوقع لبزاف ديال المنتخبات. الاهم اللي خاص المدرب يفوكسي عليه هو انه يتفادى لي بيلي اللي عنده اللي هو خايف عليهم، يتفادى يلعبهم يرتاحهم بحال مزراوي بحال بوعدي وزيد يعني لاعبين خايف عليهم يتبليساو كتجلسهم. اناحي حيت اناحي اللي ما عارفينش المغاربه هو ان ديجا مريض وعنده مشكل كبير ودائما تيرجع له داك المشكل. نفس الشيء بالنسبه للمزراوي، يعني المدرب كانت عنده هذه النظره الثاقبه بالنسبه لي انه جلس هاد اللعابه هادو اللي ممكن يتصابوا ليه وعنده بهم الغرض على المدى البعيد، ولعب لعابه اخرين اللي غادي يستافد منهم اللي غادي يحتاجوهم فاش غيكون رابح. يعني بحال امرابط البارح دخلت انتيغرا في البطوله بان واعر ديال بصح نكون معكم واقعي الخوت. نفس الشيء بالنسبه لرحيمي، هادو لعابه غتحتاجهم بزاف في هذه البطوله هذه، ممكن تكون خاسر ممكن تكون رابح. ما شاء الله تبارك الرحمن. تيبان لي انا المدرب عنده واحد الرؤيه زوينه بزاف وباغي يمشي لابعد نقطه. نسال الله التوفيق لهاد اللاعبين هادو، كنتمنى الخوت نتلاقاو مع السويد. هذه الامنيه ديالي انايا، حيت بزاف الناس كيهضروا غير على هولندا ولا اليابان، ولكن اللي ما عارفينش هو ان تونس ضد هولندا غدير ماتش اللي واعر بزاف. توانسه انا متاكد انهم غيديروا ماتش واعر، متاكد انهم ما غاديش يخسروا مع هولندا. اذا الا تونس تعادلوا او ربحوا هولندا والسويد ربحات اليابان فراه غنتلاقاو مع السويد، وهذا الشيء هو اللي ما عارفينوش بزاف. كنتمنى تخليو لي رايكم في التعاليق، كتبوا لي شنو هو المنتخب اللي بغيتونا نلعبوا معاه. صلوا على رسول الله. نتلاقاو في فيديو جديد. شكرا لكم. السلام عليكم.